بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي النهارده اكلمكم عن ماتش الاهلي والزمالك. طبعا ده اول فيديو ليا هنزله على السوشيال ميديا عامه. انا دايما متعود بحلل الماتشات او بقولها بيبقى كتابه. فقلت المره دي اجرب ان انا انزل فيديو بحيث ان انا اتكلم معاكم شويه واشوف راي الناس في الفيديو. هنتكلم طبعا اول حاجه عن طريقه اللعب بتاعه الزمالك وطريقه اللعب بتاعه الاهلي. في ماتش امبارح طبعا الزمالك بيلعب بالخطة المعروفة بالطريقة أنا آسف المعروفة بتاعته اللي هي 3-2-4-1. والأهلي بيلعب 4-3-3. الفكرة بقى اللي أنا عايز أتكلم فيها في أوزوريو وكولر. يعني هبدأ أتكلم في الأول عن كولر. كولر فيه ميزة حلوة قوي أنا بتعجبني دايما، وهبقى اتكلم فيها كده. كنت مره عايز اعمل، يعني هبقى اعمل حلقه عن فرق بين كولر وموسيماني في حاجات كتيره، يعني او رايي، يعني ما اللي انا شايف ان الفرق بين ده وده. بالنسبه لكولر، في ميزه حلوه جدا ان كولر تكتيكيا بيدرس الفرقه اللي قدامه كويس جدا جدا. يعني انا بشوف ان كولر بيعرف يقرا الفرقه اللي قدامه كويس جدا، وده طبعا بيرجع كمان لمحلل الاداء اللي معايا ياسين المكاري. فهو بيعرف يعمل الحته دي كويس قوي. ف ف بالنسبه بقى اوسوريو امبارح في ماتش امبارح، هو اوسوريو بقاله فتره، طبعا الزمالك بقاله فتره فايق وبيكسب فعلا في الدوري وبيعمل ماتشات حلوه. اخرهم كان ماتش فيوتشر، عمل كومباك حلو جدا. رجع عليهم بعد ما كان خسران 2-0 في اخر الشوط الاول بقى 2-2، وبعد كده خلص الماتش 3-2. اوسوريو امبارح عمل حاجه غريبه جدا. انا بالنسبه لي اوسوريو اللي هو انا مش هبص للفرقه اللي قدامي بتعمل ايه ولا بتلعب ازاي. انا شايف نفسي واثق في الفرقه كويس قوي، واثق في اللعيبه، مفيش اي مشكله، دي حاجه كويسه. بس انا راح الراجل لعب بنفس كل حاجه بيعملها في الماتشات اللي قبليها. ما بصش بقى لامكانيات لعيبه الاهلي مع الفريق مع الفريق مع فيوتشر او المقاولين او اي ماتش من الماتشات اللي الزمالك كان بيلعب فيها حلو جدا. فاوسوريو امبارح طبعا لعب بنفس الطريقه. ما فيش اي حاجه اتغيرت، اللي هو اصلا الطريقه كلها بتتمحور اللي بيحرك الملعب كله احمد فتوح، اللي هو بيلعب على الدايره. الفكره بقى هو ما حسبش الاهلي بيلعب ازاي ولا عمل ايه. اللي عمله كولر بقى وكان احسن بكتير قوي في اللقطه دي، ان هو كولر لما قرا وعارف ان احمد فتوح هو اللي بيحرك الفرقه كلها. يعني من اول دقيقه في الماتش وديانج واخد تعليمات انه يلزق لفتوح. اول ما يلاقي بس فتوح بيستلم الكرة وهيحاول يتحرك. فديانج امبارح كان الشادو بتاع فتوح، يعني اللي هو ده اصلا اللي شل حركة الزمالك، بعيدا عن ان هي الطريقة اصلا اللي بدأ بيها اوسوريو الماتش كانت غلط. بس هي الفكرة كانت في كده يعني. طبعا في حته كده معرفش في ناس خدت بالها منها ولا لا، كانت الكاميرا جابتها وكولر بيعمل بايديه كده بيكلم لعيبه الاهلي. مش ما كانش باين هو بيكلم مين، بس بيعمل بايديه كده. فهو كان قصده ايه كولر؟ يعني لو حد ما لو حدش فاهم، انا يعني الحته اللي عملها كولر كان قصده العمق. الزمالك عنده مشكله جامده جدا جدا وفي كل الماتشات اللي لعبها، حتى الماتشات اللي كسبها. بس هي الفكره بترجع لامكانيات لعيبه. انت بتلعب الاهلي غير لما تلعب المقاولين غير لما تلعب فيوتشر. ال... عنده مشكله كبيره جدا اوزوريو في العمق بتاع الزمالك عنده مشكله في العمق. ما في بيبقى في مساحه كبيره جدا بين الدفاع ووسط الملعب. فاي الاهلي قال لك انا هعمل ايه؟ انت هتلعب انا هلعب لك في العمق. فبقى الاهلي بينقل وبيلعب الكور الطوليه في العمق من ورا خط وسط الزمالك. وطبعا عندك شيكابالا عامل السن، نضاي مش قد كده، فطبعا ما بيرجعوش مع الثلاثه اللي ورا، لان دول المفروض الباكات اللي فاردين الملعب، ومعاهم نيمار طبعا. زيزو يمكن اكتر واحد كان بيرجع اصلا في الشوط الاول وفي الشوط الثاني عشان يبقى مع لعيب مع لعيبه وسط الملعب ومع الدفاع. بس طبعا عبال ما الارتداد اصلا بتاع الزمالك كان بيبقى متاخر جدا. ده يعني المجمل بتاع الماتش. انا بس عايز اتكلم عن حاجتين. الحاجه الاولى محمد شريف. طبعا محمد شريف امبارح هيتساوى مع محمد ابو تريكه في الاهداف اللي جت اللي جابها في الزمالك. بقى 7 اهداف زي محمد ابو تريكه، يعني بقى الهداف التاريخي للاهلي. طبعا محمد شريف عليه كلام كتير قوي قوي، لو قعدنا نقول في مشاكل كتيره جدا وقله ثقه بالنفس وحاجات كده. في بقى شخص امبارح كده يعني ممكن الناس كلها ما تكونش مصدقها، وكان دوره تكتيكي من الدرجه الاولى. محمد مجدي قفشه امبارح
عمل شوط يمكن من اعظم الاشواط اللي لعبها دفاعيا في حياته. محمد مجدي قفشه امبارح اكتر لعيب في الشوط الاول استخلص الكرة تقريبا حوالي 7 مرات الشوط الاول. اكتر لعيب في الملعب كله استخلص الكرة من الزمالك، ودوره كان دفاعي بحت في الشوط الاول في الرجوع، وشال كوره من قدام شيكابالا في ال 18 اللي لحقها بعد كده الشناوي وراه. فمحمد مجدي قفشه امبارح كان عامل ماتش بالنسبه لي كان تاريخي. وطبعا هو تمريرته امبارح كانت بنسبه 95%، يعني كانت عاليه جدا، 62 تمريره من 65 تمريره. ده كان يعني ملخص كده عن ماتش الاهلي والزمالك. الجزء اللي بقى اللي عايز اتكلم عليه الجزء السريع كده عن صفقه امام عاشور. ليه؟ عشان ماتش امبارح كان يبين قد ايه الاهلي محتاج امام عاشور. وانا مش هقعد اتكلم بقى في قصه مبادئ ومش مبادئ، واللي بيصدروا مثلا اعلام الزمالك او اي حد من الزمالك انا ماليش مشكله، ما عنديش مشكله خالص. انا امام كان بيشتم في الاهلي، طب ما انت كان بيلعب في الزمالك، نص الفرق بتشتم في بعضها ونص اللعيبه بتشتم في الفرق التانية، ده طبيعي. كهربا كان بيشتم في الاهلي قبل كده، انا ماليش دعوه. وانت بتلعب في الزمالك كنت بتشتم في الاهلي، طب تمام خلاص، انت تيجي الاهلي تخش المنظومه بتاعتنا وتعيش بقى في المبادئ بتاعتنا. ده اللي اتكلم عليه مبادئ، لكن ما تبقاش في الاهلي. ان لو في الاهلي وتقعد تعمل لي القصص دي، فدي مش هتبقى الفكره. بقى في امام عاشور ده عنده 25 سنه. امام عاشور ده انا جايبه ب 3 مليون جنيه هيتقسطوا على قسطين لميتلاند، جاي بدل حمدي فتحي اللي انا بايعه ب 3 مليون و700 الف. تمام، يعني ده لو اعتبرنا احنا يعني ده جاي بدل ده. حمدي فتحي عنده 28 سنة. انا بالنسبة لي حمدي فتحي ما كانش هيديني اكتر من كده في النادي الاهلي. فبالنسبة لي حلو جدا عمل وفعلا كنا محتاجينه وكل حاجة. بس حمدي فتحي ما بحسوش بولر، مش لعيب كورة، هو لعيب تكتيكي من الدرجة الاولى. حمدي فتحي ده ممكن يكون احسن لعيب تكتيكي في الاهلي اخر 10 سنين، اللي هو بيعرف ينفذ لك اي حاجه هتطلب من المدرب هيطلبها منه. فطبعا بعد ماتش امبارح احنا نص الملعب عندنا بقى فيه مين؟ يعني احنا امبارح شايفين الماتش بعد غياب طبعا مروان عطيه لوفاه والده الله يرحمه، فخري وقفشه وديانج، وعندك السوليه، وعندنا قندوسي، وعندنا كوكا، مع رجوع اكرم توفيق ان شاء الله. كل الكلام ده مفيش. بس انا امبارح بادئ الماتش بواحد زي فخري، انا بالنسبه لي عندي عليه مليون علامه استفهام. انا معرفش كولر، يعني انا بثق في كولر بصراحه ثقه عمياء في اختياره للعيب، بس فخري امبارح يعني او في كل الماتشات اللي شفتها انا مش بشوف ان فخري ده هيقدم حاجه للاهلي. واكتر من كده هو لا، هو بيجي علينا في الفرقه جامد جدا. فطبعا مع غياب السوليه وسنه اللي كبر 33 سنه، اصابات 34 سنه كمان السوليه، اصابات كتيره. فامبارح ديانج ميس باص رهيب. ففكره صفقه امام عاشور دي اهم صفقه، ويمكن الاهلي محتاجه اكتر من صفقات كتيره جدا. طبعا مع المهاجم ان شاء الله لما نجيب مهاجم اجنبي والباك الشمال. بس فكره امام عاشور دي بالنسبه لي من اهم الصفقات اللي لازم الاهلي كان يعملها. وده بالنسبه لامام عاشور اللي كان بيلعب مع الزمالك، انا ماليش دعوه هيعمل ايه بعد كده مع الاهلي. بس لو هنتكلم في امام عاشور، فامام عاشور صفقه من احسن الصفقات اللي الاهلي ان شاء الله هيكون عملها السنه دي. انا مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، شكرا. ويا رب الفيديو ده يعجبكم. لو كده ان شاء الله هبقى اطلع لكم بعد ماتشات الاهلي دايما اتكلم شويه عن الاهلي. شكرا.